السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي من السهير، عاملين ايه؟ النهارده هنرجع لطلاب تالتة اعدادي، طلاب الازهر الشريف بس. طيب انت في اي محافظة؟ القاهرة، اسكندرية، اسوان، بورسعيد، الاماكن الغريبة اللي انتوا بتقولوها. مهما كانت محافظتك، المراجعة بتاعت النهارده الامتحان مفيش احتمال انه يخرج براها. وانا قلت الكلمة دي الترم الاول، وجيتولي بعد الامتحان وقلتولي فعلا يا مس عندك حق، والامتحان كله جه من اللي حضرتك حلتيه معانا، والامتحان ما خرجش بره اللي حضرتك قلتيه وكل الكلام ده. طيب كل اللي عليكم ان انتوا تركزوا. الاسئله اللي احنا هنحلها ناكد مود بقى عليها، يعني خلاص احنا نقعد نحلها تاني على الغيب. اللهم صل على سيدنا محمد. انا هحل معاكم من الاسئله وبقيتها معايا، فانتوا تبعتولي ابعت لكم باقي الاسئله، او مش تبعتولي بقى على الواتس عشان الرسائل بتبقى كتير فمش بعرف ارد. خشوا القناه وانا هبعت الPDF عليه، ويبقى ايه لكل مره واحده، ومهما دخلت الPDF هتلاقيه موجود. انا هبعته، انت هتخش على القناه واسيب لك الرابط، هتلاقي الPDF تقوم فاتحه تقوم حالل على الغيب. طب يا مس انا حليت بس في اسئله وقفت معايا، طب ما انا احلها معاك في الفيديو. طب يا مس في سؤال انت مثلا ما حليتوش ومش عارفه احله، كلمني بقى في الحاله المستعصيه دي، كلمني. انما بجد انا بلاقي اسئله يا جماعه غريبه منكم، الاقي ناس بعتاني لمجرد اللي هو انت مش سهير، خلاص كده ما ايه بقى، انا مش سهير كمل، نعم قول معلومه فدني. اللي هو انت مش سهير ارد اقول ايوه، خلاص مفيش. بس هي انت مش سهير بنتاكد، يعني هو انا مدياكوا الرقم تتحققوا اذا كان الرقم صح ولا غلط. ما انا مديه الرقم ده رقمي، ده رقمي وانا مش سهير، وطبيعي لما تبعت لي انا اللي هرد. بلاش بقى انت مش انا مش سوري يا حبايبي، خلاص. فالله يهديكوا، بلاش الاسئله الجميله بتاعتكوا دي وخلونا نبدا على طول. ايه اللي انا عملته ده؟ ايه ده؟ انا مش بحب السبوره الغريبه دي. ماشي. اول سؤال بيقول لي ايه؟ يوجد نوعان من التيار الكهربي، هما نقط ونقط. اكيد يعني مستمر. ايه الخط ده؟ ايه الخط ده؟ الخط ده مش على خطي، على خط القلم، خطه كبير. ومتردد. اصغر بقى خط القلم عشان ايه؟ نقط صغنطوطه. نخليه هو ليه ما فيش الوان بناتي يعني؟ في ايه ده طلع فيه؟ حاسه ده بيبي بينك ده ولا موف ولا ايه؟ انا هخليني بس ده مش هيبان في الكاميرا. استنى هنقله عدل ونشتغل بقى. حلو ده، حلو عجبني. ممكن خلاص مش مشكله سيبه دي. طيب عندما يقل افراز هرمون النمو جماعه انا مش عايزة حد يتكلم على التلعثم بتاعي. عندما يقل إفراز هرمون النمو، 2 نون ورا بعض، ماشي. في مرحلة الطفولة يصاب الإنسان بالقزامة، هيبقى قصير. يا لهوي. جماعة أنا قلت لكم مراجعة مهمة وواضح إن هي مهمة اهي. المراجعة هتبوظ من أولها. طب نكمل دي. متردد هي لونين بقى عادي بنشكل. يعرف قانون مندل الثاني بقانون التوزيع الحر للعوامل. يستخدم لقياس فرق جهد جهاز. اول ما اشوف فرق بصوا، فرق جهد فيها حرف في فولت، وحدة القياس اي حاجة، المهم يعني فرق الجهد فيها حرف وبيتقاس بالفولت. في اللي هي الفه برضو اللي هي اللي عليها 3 نقط، بيتقاس بجهاز ايه بقى؟ فولتميتر. يبقى خلاص انا رابطه كله ببعضه نفس الحرف، يبقى جهاز فولتميتر. طيب ووحدة دي ايه؟ ووحدة قياسه، طب انا لسه قايلها يا جدعان، فولت. بطارية مكونة من 3 أعمدة زي الفل، كل عمود قوته 3 فولت. احسب القوة الدفعة الكهربية إذا وصلت على التوالي وعلى التوازي. انا عايزه اصغر ده عشان الاجابه لما بصغر بحس ان هو باين اكتر. ماشي. المهم توالي، لو توالي وصلت ال3 هجمع كله صح، مش انا توالي يعني ان انا احطهم كده جنب بعض، ساعتها بجمع كله. هما كام؟ الواحد ب3، 3 و3 6 و3 9، يبقى على التوالي ب9. 9 ايه طبعا فولت، وعلى التوازي
لما اوصلهم تحت بعض كده، انا مش عارفه ايه اللي انا بعمله ده بس زي الفل. لما اوصلهم تحت بعض كده كنت باخد قوه العمود الواحد، صح؟ ده ب3 وده ب3 وده ب3، كلهم يدوني 3 واحده، يبقى 3 فولت. طب انا يا مس ناسي، حبيبي هتلاقي المنهج كله عندك، المنهج كله موجود. انا عامله لكم المنهج كله في فيديو واحد، عامله كل درس في فيديو لوحده. فانا مثلا مسقط درس الكهرباء، خش شوفوا يا حبيبي ايه اللي منعك. مسقط درس الوراثه هتلاقيه، الهرمون هتلاقيه، التفاعلات هتلاقيها، الفيديوهات كلها موجوده. محدش بقى بلاقي كومنتات ايه، مس هو نزلي الدرس حبيبي ما هو نازل، انزله عندكم يعني على التلاجة ولا نازل؟ كله نازل في اليوتيوب كله. خش على القناه، خش على الفيديوهات، دور بقى دور، مفيش الا تالتة اعدادي اصلا، في فيديوهين ولا 3 الاولى اعدادي وتانية. فهتلاقي، اقرا العنوان يا حبيبي، اقرا الصوره مصغره، هتلاقي الدرس اللي انت بتدور عليه. اسمعوا، انا فيديوهاتي مش طويله، ما عنديش فيديوهات بتعدي الساعه اصلا، بالعكس ده الدروس هتلاقوا تلت ساعه، ربع ساعه، نص ساعه. انا ما بحبش اكتر عليكم، لو خليته دبل 2 هيخلص في ربع ساعه مثلا او 10 دقايق، ويبقى ضمنت الدرس. ايه المشكله لما نذاكر؟ ما علينا، مش عارفه انا بتعصب ليه، ما علينا. المصطلح العلمي تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وميه، السؤال ده مهم يا سنه تالتة، ده اسمه تفاعل التعادل. الممانعة، أول ما قريت ممانعة من قبل ما أكمل يبقى مقاومة، حاجة بتمنع يعني حاجة بتقاوم. صفة بتظهر في جميع الأفراد يبقى هي اللي بتسود، هي اللي بتغلب، يبقى صفة سائدة. كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة، كسر وتكوين، يبقى أنا بعمل تفاعل كيميائي. طيب علل، يحل المغنيسيوم محل النحاس بينما لا يحدث العكس، عشان المغنيسيوم أقوى من النحاس إنما النحاس مش أقوى من المغنيسيوم. طب أقول ده في العلوم إزاي؟ لأن المغنيسيوم يسبق النحاس في متسلسلة النشاط الكيميائي. اكتبوها انتوا تاني اهو، لأن المغنيسيوم ماله يسبق النحاس، حلو، في متسلسلة النشاط الكيميائي. واحنا قلنا اللي فوق بيحل محل اللي تحت، لأن احنا مرتبين من القوي للضعيف، انما النحاس تحت ما يعرفش يحل محل اللي قبله اللي هو المغنيسيوم. يفضل استخدام التيار الكهربي المتردد عن المستمر، لان المتردد بعرف احوله لمستمر والعكس لا، المتردد اعرف اخليه يثبت انما الثابت ما خلوش يتردد. تمام. ايه تاني؟ لان المتردد بعرف انقله لمسافات طويله وقصيره والعكس لا، يعني التيار المتردد ده بننقله مسافات طويله او قصيره، هتحكم براحتي. انما المستمر انا بيبقى زي البطاريه والتليفون، لازم يكون المسافه قصيره. فانا هقول له بقى الاجابه اكتبها ازاي، لان التيار المتردد يمكن نقله لمسافات طويله وقصيره ويمكن تحويله لتيار مستمر والعكس غير صحيح. بس كده. وحده قياس شده التيار هي واحده واحده بقى. اول ما حد يشوف شده التيار بيتقاس بايه؟ بالامبير. تمام. قريت مفيش امبير. حد احول هيروح يختار اميتر، ده احول وعبيط، مش احول بس، احول وعبيط. اميتر ده جهاز يا حبيبي بيقيس شده التيار مش وحده قياس. طب ايه برضو مفيش امبير، اعمل ايه؟ واحده واحده كده. نكتب قانون شده التيار، ودي حاجه عايزه اعلمها لكم عامه ليكوا انتوا. في اسئله كتير هتلاقيها جايلك على وحدات القياس بيلخبطك، يقولك ده بيتقاس بايه وتلاقي الحاجه مش موجوده بس جايب لك حاجه مكانها. طب انا عايزه اشوف شده التيار اهو، هكتب شده التيار. اكتب اي قانون في كلمه شده تيار. شده التيار بيساوي ايه؟ الكميه الكهربائيه على الزمن، ده قانون اهو صح. طب يلا كده، شده التيار بالامبير، الكميه بالكولوم، الزمن بالثانيه. يعني الامبير هو ايه اللي انا عملته ده؟ الامبير هو بيساوي الكولوم على الثانيه. فانا هاجي هنا الاقي كولوم على ثانيه اهي. لو حطيت لي نقطه كده دي معناها فيه، يعني لو هنا كانت نقطه كولوم في ثانيه دي غلط، انا كولوم على الثانيه، يبقى الامبير هو كولوم على الثانيه. وعارفين في حاجه تانية، خلونا اكتبها لكم مثلا هنا، اللي انا بهببه ده
هكتبها هنا اهو. ممكن اقول القانون التاني اللي هو شدة التيار بتساوي ج على م، فرق الجهد على المقاومة. يعني الامبير بيساوي فولت، ما هو فرق الجهد بالفولت، على اوم. يعني دي لو كانت موجودة كنت اختارها عادي. يبقى انا كده ممكن اقول ان شدة التيار ليه 3 وحدات قياس. امبير دي اول واحدة، كولوم على الثانية، فولت على اوم. طب بعرف منين؟ من القانون. طب انا يا مس بتلخبط في القوانين، انت عندك في المنهج 3 قوانين بس. اول قانون تعالوا كده نكتبهم، وانا بعمل للعيال بتوعي كده بقول لهم اكتبوا ال3 قوانين قدامكم. بعمل 3 مثلثات اهو. خش الامتحان اعمل ال3 مثلثات دول في ظهر الورقة بتاعتك، مش بتبرشم، انت بتفتكر. طيب هنا ت كاف زين اللي هو التيار الكمية على الزمن. هنا شغل فرق جهد كمية. هنا جيم هنا اهي، وميم وت او العكس عادي مش هتفرق. طب ال3 قوانين دول مالهم؟ لو انت كتبتهم اي مسألة هتحلها، واي وحدة قياس. يعني مثلا لو انا قلت لك عايزة وحدة قياس لفرق الجهد غير الفولت، يعني غير الفولت. طب انا عندي هنا مثلا الشغل بالجول والكمية بالكولوم، فانا ممكن اقول ان الفولت بيساوي جول على كولوم، يبقى دي وحدة قياس اهو. يبقى فرق الجهد بيتقاس بالفولت وبالجول على الكولوم. وممكن اجيب له من هنا قانون تاني، فرق الجهد بالفولت، يبقى الفولت هتساوي ايه؟ المقاومة بالاوم. شدة التيار بالامبير، يعني ممكن اقول ان الفولت بتساوي اوم في امبير. يبقى انا طلعت 3 وحدات قياس، اول وحدة فولت العادية، تاني وحدة جول على كولوم، تالت وحدة اوم في امبير. يبقى انا تاني لو انا متلخبط في الوحدات اكتب القوانين بتاعتي، ال3 قوانين، اكتب وحدة قياس كل حاجة. بعد كده اطلع بقى وحدة، حل مسألة براحتك، عيش حياتك. يبقى انا احفظ بس ال3 مثلثات وال3 وحدات قياس بتوعي، او الوحدات القياس عامة كلها. طيب تعالوا نرجع. ما كنتش عايزة اطول، بس الحاجات اللي بتلخبط بحب ان انا ايه اأكد عليها. نمسح الزيادات دي بس. ماشي يلا نكمل. يبقى احنا هنا اخترنا كولوم على الثانية. الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الذكرية تستوستيرون. المادة التي تعطي الأكسجين، تعطي أكسجين يعني هي كان معاها أكسجين، واللي كان معاه أكسجين ده عامل مؤكسد. تفاعل محلول النترات الفضة مع كلوريد الصوديوم من التفاعلات اللحظية اللي هي السريعة. طيب أكمل المعادلات Al و HCl. طب ده إحلال بسيط، ده هيجي مكان ده، ال Al هيحل محل الهيدروجين عشان هو قبله في متسلسلة النشاط الكيميائي. هتبقى AlCl3. ليه ال3 دي؟ عشان الألمنيوم ثلاثي. لو مش عارف ازاي بنعرف الصيغة، ارجع لأول فيديو خالص عندي، أول فيديو لتالتة إعدادي في الترم ده اللي هو الدرس التمهيدي. هتلاقيني شرحلك لك الصيغة بطريقة جميلة تخليك تعرف تحل بإذن الله. تمام. مين اللي اتبقى؟ أنا كده شلت ال Al والCl عفوا، اتبقى ال H صح؟ هقوم كاتباها اهو، ما بيطلعش لوحده، بتطلع H2. يلا نوزن المعادلة. Al داخلة ب2، خلونا امسح الشغوطة دي عشان تفهموا أو تشوفوا. داخلة ب2 تمام، خارجة واحدة، حط هنا 2 تمام. ليه اللي داخلة ب2 خارجة ب2. ال H داخلة ب6 خارجة ب2، أقوم حاطة هنا 3، 2 في 3 ب6. Cl داخلة ب6 وهنا 2 في 3 ب6، معادلة موزونة. ماشي، ده تفاعل انحلال بالحرارة، عرفت من مثلث الحرارة اهو. وده أكسيد الزئبق، كان بينحلل زئبق وأكسجين. طب نوزن المعادلة. ال HG داخلة ب2 خارجة بواحدة، حط هنا 2. HG بقت داخلة ب2 وخارجة ب2. ال O داخلة ب2 وخارجة ب2. ماشي حلو. سؤال اهو مسألة والقوانين احنا كاتبينها مع بعض هنا اهي. هو ده مثلث اتمسح؟ سوري. يلا
بيقول لي احسب شدة التيار الكهربي. تمام، انا عندي قانونين لشدة التيار، واحد اهو اللي هو الكمية على الزمن، وواحد اهو اللي هو فرق الجهد على المقاومة. طب اشتغل بأني على حسب اللي عندي. قال لي كمية، يبقى هعمل صح على الكمية اهي، زمن يبقى الزمن اهو، وناقصني دي. خلاص بقى هعوض تعويض مباشر اهو. عايزة شدة التيار ومعاك الكمية ومعاك الزمن، مفيش اسهل من كده. يبقى انا هقول له شدة التيار، وما تكتبوش اختصارات في الامتحان، انا هنا عشان مفيش مكان، انما انت اكتب عادي عشان ما تنساش حاجة ولا تعك. ماشي، شدة التيار بتساوي الكمية على الزمن. الكمية 3600 على الزمن قايل لي 5 دقايق، انا شغالة الزمن بالثانية، بيبقى حول ال5 دي هقوم جاية على جنب كده عشان اخد الدرجة بتاعتي، واقوم كاتباله 5 في 60 من دقيقة للثانية، الدقيقة فيها 60 ثانية. طب 5 في 60 ب300، 6 في 5 ب300، 300 ايه ثانية. كده انا حولت، ارجع اعوض هنا بالرقم اللي انا جبته، يبقى على 300 دي 6 لحد يفتكرها 3000. ماشي، 3600 على 300 تقريبا فيها 12 امبير. وبصوا انا كتبت على الامبير همزة هنا، عشان لو انا كنت حطيت الالف من غير همزة كان ممكن حد يقراها 112. تأكد بس من الارقام عشان جميلة في الرياضة. 3600 على 300 ب12، صح؟ لا عليا والله. ماشي، صح ولا غلط؟ يدخل عنصر اليود في تركيب هرمون الثيروكسين. طبعا. ينتج الدينامو تيار كهربي متردد. القدرة على لف اللسان صفة مكتسبة؟ لا، دي صفة ايه؟ وراثية، محدش بيعلمنا لف لساني يعني. في الأعمدة الجافة اللي هي البطاريات بنحول طاقة كيميائية لكهربية، هنا بيقول لي حركية. هي البطارية دي بنرجعها وتشتغل ولا ايه؟ يبقى غلط، المفروض كيميائية. الأكسدة عملية تكتسب؟ لأ، الأكسدة بتفقد، يبقى غلط. يستخدم لقياس فرق الجهد، احنا لسه حالين اخوه فوق، جهاز الفولتميتر، ويوصل على التوازي، فولتميتر توازي او متر توالي. ينحل اكسيد فلز الزئبق، لسه عاملينها معادلة لزئبق وغاز اكسجين. يلزم لظهور الصفة الوراثية السائدة وجود. السائدة بتظهر امتى؟ لو في جين سائد وجين متنحي، او سائد وزائد، سائد والسائد. ماشي، بقى انا هقول وجود جين سائد ومتنحي، او جينين سائدين. طب الصفة المتنحية لازم الاتنين يبقوا متنحي، يبقى جينين متنحي. محدش بقى يجي يقول لي ايه ايه ده كل دي هكتبها في الحته. اكتبها عليها درجة، مكسلش. ماشي، في الشكل المقابل اوجد قراءة كل من V2 V1 A. عايز ده وده وده. ماشي، إذا كانت القوة الدفعة الكهربائية لكل عمود 2 فولت. حلو أوي. تعالوا نمشي واحدة واحدة كده، همشي من أول هنا أهو. V2 اللي هو الفولتمتر ده بيقيس القوة للعمودين دول. طب دول توالي ولا توازي؟ يا مس ده جنب بعض توالي. طب ده ب2 وده ب2، يبقوا الاتنين بكام؟ ب4. يبقى V2 أهو 4 فولت. طيب أكمل، أخش على ده. دي كام؟ دي 2 ودي 2 ودي 2، بس يا مس دول توازي يدوني 2 واحدة. دي كده ب2. تمام، أنا عايزة أجيب ده مين؟ حرف الإيه ده مين؟ ده الأميتر. هو الأميتر ده بيقيس إيه؟ ده بيقيس شدة التيار. طب أنا عايزة أجيب شدة التيار. يا مس ما أنت لسه قايلة شدة التيار بتساوي فرق الجهد على المقاومة.
تمام، هقوم كاتبة القانون بتاعه بالعربي. شدة التيار ت بتساوي ج على م. حلو. ج بكام يا مس؟ دي ب4 صح؟ دي على بعض كده ب4، ودول كلهم ب2، هاخدهم بقى كلهم، 4 و2 6 اهو. المقاومة بكام اوم؟ اهي كاتبها لي اهي 2 اوم. طب انتي يا مس عرفتي منين ان دي المقاومة؟ عشان شكلها؟ وعشان ايه؟ عشان كلمة اوم دي، ما هي اوم بتقيس المقاومة. يبقى 6 على 2 فيها 3 امبير. طيب انا كده جبت ايه؟ تمام، اللي هو بتاع ايه؟ الاميتر، وجبت الفولتميتر اللي هو ده، ناقص V1. V1 ده بيقيس للدايرة كلها، يعني بيقيس كل فرق الجهد. طب ما هو فرق الجهد ده ب4 وده ب2، يعني بيقيس كام فولت؟ بيقيس 6 فولت. يبقى V، تعالى نكتبها هنا، V1 6 فولت. نمسح ده عشان محدش يتلخبط. ماشي. المادة التي تعمل على تغيير معدل التفاعل دون أن تتغير، ده عامل حفاز. طب لو في جسم الإنسان كان يبقى اسمها إنزيمات. بس على الوقت لسه تمام. مقاومة موصل كهربي تسمح بمرور تيار كهربي. طب مقاومة يبقى دي الأوم على طول. العلم الذي يبحث في تفسير كيفية انتقال صفات وراثية يبقى علم الوراثة. علل. تحفظ الأطعمة في الثلاجة صيفا. ليه بتحط الأكل في الثلاجة يا حبايبي؟ عشان الثلاجة منخفضة درجة الحرارة، وكل ما درجة الحرارة تقل سرعة التفاعل الكيميائي تقل، فيقل تفاعل البكتيريا مع الطعام. يبقى تاني، لأن كلما قلت درجة الحرارة قلت سرعة التفاعل الكيميائي، بالتالي يقل تفاعل البكتيريا مع الطعام. 2، طبعا اكتبوها انتوا بقى، انا عدتها. يفضل استخدام التيار الكهربي المتردد عن المستمر، لسه مجاوبينه فوق. قلنا علشان دوت بننقله مسافات طويلة وقصيرة، وعشان هو بيعرف نحوله لمستمر. يمكن التحكم في شدة التيار الكهربي بالدائرة الكهربية بواسطة ايه؟ شدة التيار كانت بتعتمد على المقاومة، والمقاومة بنقدر نتحكم فيها بالريوستات. يتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون عن الانحلال الحراري لمركب كربون، يبقى كربونات الفلز. فسر كيفية عمل الجين. مين اللي فسر كيفية عمل الجين؟ بيدر وتاتم. كانوا بيقولوا ايه؟ كل جين ينتج انزيم يعمل تفاعل كيميائي يكون بروتين تظهر صفة معينة. وضح بالمعادلات إضافة محلول كلوريد الصوديوم إلى نترات الفضة. يلا واحدة واحدة كده. كلوريد الصوديوم NaCl، نترات الفضة AgNO3. طب بيعملوا ايه؟ بيبدلوا مع بعض. يلا 1 2 1 2، الأول ياخد التاني، يبقى NaNO3. الأول ياخد التاني، يبقى AgCl. AgCl. تمام. دوت ايه؟ ده راسب لونه أبيض، فأنا أكتب تحتيه راسب أبيض، بس أنا مفيش مكان بس عشان ما أكتبش على اللي بعديها. إمرار غاز الهيدروجين على أكسيد النحاس المسخن. واحدة واحدة. يلا هعمل المعادلة هنا اهو عشان متتلخبطوش، بس دي أنا عايزة المكان ده. يلا استنى، هعملها هنا يا سنة تالتة. هنا بيقول لي إمرار ايه؟ هيدروجين H2 على مين؟ أكسيد النحاس، نحاس Cu أكسيد O. اللي يحصل واحدة واحدة. ده أكسدة واختزال، ده يحل محل ده صح؟ يحل محل، ويبقى H2 تاخد ال O، والCU يا عيني تطلع لوحدها اهو. طب واحدة واحدة بقى. هو هنا المعادلة موزونة طبعا، خلاص ما عنديش مشاكل، والدي برضو موزونة. نكمل. السؤال الرابع، وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج فار أسود اللون هجين مع أنثى بيضاء اللون نقية. وضح التركيب الوراثي للآباء والأفراد الناتجة، علما بأن جين اللون الأسود بي كابيتال والأبيض بي سمول. حلو أوي. هعمل الآباء أهو. قال لي إيه؟ فار أسود اللون هجين يعني بي كابيتال بي سمول. طب لو كان أسود نقي كانت بي كابيتال بي كابيتال.
طيب تزاوج هيتجوز مين؟ تعالوا نحط دي كده بس ايه، هيتجوز ابيض صح؟ يبقى بي سمول لانه نقي. عرفت منين انه نقي؟ لان الصفة. انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتكبر ايه وبتعمل ايه ده؟ انتوا مين اصلا؟ ماشي اهو. عرفت منين؟ لان الصفة المتنحية مش بتظهر غير لو نقية اصلا. تمام. بعد كده لا ابعد عني. انت بتاع سئيلة صحيح والله العظيم. ما تظهرليش تاني اهو بس. ده ايه ده؟ طيب انا كده عملت مين؟ عملت البي. هقوم عامله الجي. يلا كنت بعمل ايه؟ بفصل كل واحد لوحده. طيب هنفصل كل واحده في دايره لوحدها. بي اهي، البي التانية اهي. انا باخد كل واحده احطها في دوريه. البي التانية اهي والبي الاخيره اهي. بعد كده اجي عند الاف 1 اعمل ايه؟ 1 2 1 2. الاول مع الاول بي كابيتال بي سمول. لسه عند الاول. بص انا عملت ايه؟ الاول مع الاول. اخد الاول مع التاني، ده بقى مع ده اهو. يبقى بي كابيتال بي سمول. بعدين التاني مع الاول تبقى بي سمول بي سمول. التاني مع التاني بي سمول بي سمول. هي ليه طلع 66؟ هي بي يا جماعه ماشي، ما حدش يعيب، بس هي السبوره باجي اكتب فالخط يعمل كده، مش فاهمه ليه، بس هي بي يعني. ما علينا. كده طلع 50% اسود حجين و50% ابيض نقي. ماشي. يعتبر عنصر اليورانيوم من العناصر المشعة. احتمالات ظهور الصفة السائدة هي احتمالين. ايوه بتظهر في لو عندها سائد وسائد او سائد ومتنحي. زيادة تركيز المواد المتفاعلة يؤدي إلى انخفاض سرعة التفاعل الكيميائي. يا لهوي، ده كل ما التركيز يزيد التفاعل بيزيد. يبقى غلط. الحمد لله تمت. طيب خلونا نكمل ونحل امتحان كمان علشان ايه ابقى حليت معاكم القدر الحلو كده بإذن الله. بيقول لي اكتب المفهوم العلمي عملية تحول بجد يا جماعة أنا لما بندمج مرة واحدة بفصل. عملية تحول تلقائي لأنوية ذرات بعض العناصر المشعة. من قبل ما أكمل عناصر مشعة بتتحول يبقى ظاهرة النشاط الإشعاعي الطبيعي. تيار كهربي ثابت الشدة يسري في اتجاه واحد فقط، ده التيار مستمر. بالله عليكم بقى بلاش ايه، هو بيقولك تيار كهربي ثابت الشدة فالناس بتكتبوا التيار الثابت. يعني ايه التيار الثابت ده؟ ايه حضرتك بتقول ايه؟ طب ما هو بيقولك ثابت تقوله ثابت؟ ايه هو بيقولك تيار كهربي ثابت الشدة اسمه تيار مستمر. ما اكيد لو كلمة ثابت دي الإجابة مش هيجيبها لك في السؤال. انسوا جو ابتدائي، انسوه. في برضه أسئلة بتاعت مثلا علل. انا بعلم ورق طلابي يعني وبشوف. كنت انا حاطه سؤال علل يزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة درجة الحرارة. فالإجابة بقى النموذجية بتاع الطالبة مش هقول اسمها خالص. اسمها نور أحمد. ماشي، نور أحمد اللي بتاخد معايا في المجموعة البرايفت اللي عند أبو الهنا. تمام. نور كاتبالي نعم يزداد. ايه يا نور، هو انا جايباك تشرفي عليا يا حبيبتي بتأكدي لي عن معلومة؟ يعني انا بقولك ليه بيزيد لما بزود الحرارة. المفروض الإجابة تقوليلي عشان بيزداد عدد التصادمات بين الجزيئات. لا، نور كاتبالي ليه بيزيد؟ بيزيد. ما قريتش ليه اللي هو بيزيد. بيزيد. نعم الله يما، نعم الله يا حبيبتي، نعم الله. انت الصفر هتاخدي بكره الورقه ان شاء الله، هتاخدي بكره الدرجه وهتتعلقي. وهكلم ماما وبابا يا نور. نركز يا حبايبي وما نبقاش في الغباء ده. انا بقول السؤال علل معناها ليه، ده كلام رابعه ابتدائي ده.
فالمفروض نبقى عارفين بنجاوب ازاي. انا بس ايه، ما مش عارفه ايه اللي فكرني، بس عشان انا عارفه الاجابات اللي بشوفها. طيب يتركب كيميائيا من حمض نووي دي ان، لا انا نسيت رقم 3. الصفه الوراثيه اللي بتظهر في جميع الافراد السائده. اللي بيتركب بقى من دي ان ايه وبروتين ده الكروموسوم. ماشي، صح ولا غلط؟ تقل سرعة التفاعل بزيادة عدد التصادمات. غلط، بيزداد. تفرز الهرمونات في جسم من أعضاء خاصة تسمى غدد لا قنوية الصماء. صح. يتفكك غاز خامس أكسيد. بصوا كده، ده هيجي عليه سؤال. إن ما كانش صح وغلط هتبقى الرسمة اللي هو بتاع سرعة التفاعل الكيميائي، الرسمة بتاعت خامس أكسيد النيتروجين هتيجي. ما علينا. يتفكك غاز خامس أكسيد النيتروجين إلى ثاني أكسيد النيتروجين وغاز النيتروجين. لا، ما كانش بيطلع نيتروجين، كان بيطلع أكسجين. هرمون الاستروجين يحفز نمو بطانة الرحم. صح. هرمون الاستروجين يحفز نمو بطانة الرحم. غلط. الاستروجين كان بتاع الصفات الجنسية الثانوية للأنثى. إذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربائية مقدارها 200 كولوم بيساوي 66,000 جول، احسب فرق الجهد. طيب كان عندي القانون اللي هو في النص ده، هنا الشغل، هنا فرق الجهد، هنا الكمية. طب زي الفل. انت عايز مين؟ فرق الجهد، يعني الشغل على الكمية. طب الشغل بكام؟ 66,000. طب الكمية ب300. الرقم اللي هيطلع، انا بجيب فرق جهد يبقى هكتب فولت. طيب يعبر التفاعل ده عن عملية ايه؟ واحدة واحدة. طيب ده كلور عمل ايه؟ دي سالب، ماشي، دي سالب. فقد عفوا اكتسب 2 الكترون، يعني ذرتين كلور Cl17 فبيبقى محتاج 1، فالذرتين خدوا 2 يعني. ما علينا، اكتسب يبقى عملية اختزال، يبقى يفقد أكسدة يكتسب اختزال. طيب تدفق الشحنات الكهربية خلال سلك معدني في الدائرة المغلقة يمثل، والله تدفق شحنات، يبقى أنا عندي تيار كهربي. يتصاعد غاز الأكسجين O2 عند انحلال أنهي مركب بالحرارة؟ ال HGO، ده اللي كان بيطلع أكسجين. ده CuSO4، ده كان بيطلع ثالث أكسيد الكبريت، ده بيطلع ثاني أكسيد الكربون، ده كان بيطلع بخار مية. ثواني يا حبيبي عشان في رسالة مهمة بس. نكمل. لتوليد تيار كهربي مستمر يستخدم، مستمر يعني عايزة يا إما عمود يا إما بطارية. حلو قوي. طب أنا عندي هنا إيه؟ العمود الجاف. أنا بس مش شايفة، فيا رب تكونوا انتوا شايفين. كده الPDF على التليفون واضح، بس هنا عشان الشاشة مفخمة الدنيا شوية. طيب قاعد كتابة العبارات بعد تصويب. بصوا بقى، لما يجي سؤال قاعد كتابة ما تكتبوش الصح وتسكتوا، اكتبوا العبارة كلها بعد ما تصححوا غلط. فاهمين؟ يعني هنا مثلا تنحل معظم كربونات الفلز عند تسخينها إلى، المفروض أكسيد الفلز ويطلع ثاني أكسيد الكربون، فانتوا ترجعوا تكتبوا دي تاني وتكتبوا أكسيد الفلز. أنا مش هكتب، أنا معيش وقت. انتوا اكتبوا، مالكمش حاجة، بتقعدوا ساعتين بتتأملوا في وش المراقب، سيبوكم المراقب واكتبوا. طيب اختار مندل، يا لهوي والله ما شايفة، 10 صفات وراثية خاصة بالبازلاء. لا كانوا 7 صفات تقريبا، 7 صفات. اختار مندل 10 صفات وراثية، لا كانوا 7 صفات بس. تقعدوا بقى تكتبوها تاني وتكتبوا 7 بدل 10. اختزال أكسيد النحاس الساخن بإمرار هيليوم، لا بإمرار هيدروجين. طيب الجينات أجزاء من DNA موجودة على كروموسومات. لديك 3 أعمدة متماثلة كل واحد ب2. وضح بالرسم، يعني ارسم ازاي يحصل على أقل قوة. أقل يعني توازي، هقوم عاملة 3 أعمدة تحت بعض اهو اهو اهو
اهو اهو اهو، واكتب هنا سالب وهنا موجب. طب اكبر قوة يعني توالي، هقوم عاملة التلات اعمدة جنب بعض، نفس الكلام، ده الكبير يبقى اعمل هنا موجب، صغير سالب. طيب اختار الاجابة. لا ده مش بقيته، استنوا، بقيت الامتحان ده اهو. ايوه انت اثبت زي ما انت بقى. ماشي. علل. يعتبر الدم هو السبيل الوحيد لكي يصل الهرمون الى موقع الخلايا المستهدفة، لان الغدد اللي بتفرز الهرمونات غدد لا ايه، لا قنوية، فبتصب افرازاتها فين مباشرة؟ في الدم. يبقى انا هقول له لان الهرمونات تفرز من غدد صماء لا قنوية، تصب افرازاتها مباشرة في الدم، ملهاش قناة، بتصب في الدم على طول. يبقى تاني الإجابة واحدة واحدة اهو، لأن الهرمونات تفرز من غدد لا قنوية تصب إفرازاتها مباشرة في الدم. 2. يجب أن تكون المنطقة المختارة لحفظ النفايات المشعة مستقرة، علشان نبعد عن المناطق اللي فيها ايه، زلازل، فيها مياه جوفية، علشان الأشعة ديت ما تنتشرش. يبقى أنا هقول له حتى لا تنتشر الأشعة بأي هزة أرضية مثل الزلازل، واهري بقى كتير في الحتة دي. 3. توقف نمو الجسم ما يجعل الشخص قزم. ليه لما الشخص بيقف نموه بيبقى قزم؟ اقول له بسبب نقص افراز هرمون النمو من الغدة النخامية. دايما تقول الهرمون والغدة اللي بيجي منها، يبقى بسبب نقص افراز هرمون النمو من الغدة النخامية اثناء الطفولة. 4. يستخدم الريوستات المنزلق في بعض الدوائر الكهربية. الريوستات ده بيتحكم في المقاومة، وبالتالي بيتحكم في شدة التيار وفرق ايه، الجهد. يبقى لأنه يتحكم في المقاومة الكهربائية، بالتالي يتحكم في شدة التيار وفرق الجهد. ماشي، دول بقى اكتبوهم انتوا. أكمل. Mg زائد HCl هيديني Mg، هتحل مكان ال H لأن H طلعت لوحدها اهو، يبقى MgCl2. عرفت منين ال2؟ عشان ده ثنائي. طيب نوزن المعادلة. Mg1 خارجة 1، ال H داخلة ب2 خارجة ب2، ال Cl داخلة ب2 خارجة ب2. عند تزاوج ذكر وأنثى التركيب الوراثي لكل منهما B كابيتال B سمول وB كابيتال B كابيتال يحتمل ظهوره في أبنائهم بنسبة، هو ايه اللي يحتمل؟ فإن لا ثواني، بيقول لي لما ذكر وأنثى التركيب الوراثي للاتنين B كابيتال B سمول، احتمال ان يطلع B كابيتال B كابيتال كام في المية؟ فاهمين السؤال؟ تاني، لما اتنين من دول يتجوزوا يعني كده B كابيتال B سمول تزاوج B كابيتال B سمول، هيطلع ده بقى بنسبة كام؟ طب تعالوا نجرب، ما انا معرفش، عايزة اجرب. ادي عملت الاباء اهو، هعمل الجينات، افصل كل واحد في دايرة B كابيتال B سمول B كابيتال B سمول، ارقم 1 2 1 2، اعمل الاف 1، يلا B كابيتال B كابيتال، الاول مع الاول مع التاني B كابيتال B سمول، ماشي، التاني مع الاول بس ببدأ بالكابيتال، يبقى B كابيتال B سمول، تاني مع التاني B سمول B سمول. طب واحدة واحدة بقى كده، طلع مرة واحدة صح، يعني مرة واحدة بس، يعني بنسبة كام؟ دول كده نصهم، يعني دول 50%، وده 25 وده 25، يعني هيطلع بنسبة 25%. طيب نقط هو كسر الروابط. أول ما أشوف كسر وتكوين يبقى ده تفاعل كيميائي. تمكن العالمان من اكتشاف الكيفية من قبل ما أكمل 2 مع بعض واكتشفوا حاجة بتشتغل ازاي، كان بيدل وتاتوم. ماذا يحدث عند إضافة نترات الفضة لكلوريد الصوديوم؟ لسه حالين السؤال ده ورا، اللي هو نعمله تاني مش مشكلة. كلوريد الصوديوم NaCN، نترات الفضة AgNO3، نعمل المعادلة هتبقى NaNO3، لسه حالينها ورا، ارجعوا شوفوها، AgCN، ده يترسب. طب ده راسب لونه أبيض، يبقى أنا الإجابة يتكون، هكتب المعادلة طبعا واكتب يتكون راسب أبيض من كلوريد الفضة. ماشي. التفاعل بين كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف
واحدة واحدة كده. كربونات الصوديوم NaCO3، هيدروكلوريك HCl. هنختار من هنا بقى بيتصاعد كذا ولا كذا ولا عامل مؤكسد، اكيد مش ولا غاز الهيدروجين ولا فولت. طب واحدة واحدة. التفاعل بين الصوديوم والمية، تمام. وحدة قياس القوة الدفعة الكهربائية. تعالوا نخلص نفسنا من دي. قوة الدفعة الكهربائية بالفولت، هي جت هنا. قوة الدفعة الكهربائية بالفولت. طب المادة التي تعطي أكسجين. تعطي أكسجين يعني هي عامل مؤكسد، يبقى أنا دي عشان محدش يفتكرني مختارة أوم، أنا مختارة فولت. ده قوة دفعة كهربائية اللي هي فرق الجهد، اللي هي دال اهي. ودي اللي بتعطي أكسجين، دي مش عارفة أجيب اهي. ماشي. ناقص ايه؟ الصوديوم والمية. طب واحدة واحدة. صوديوم Na، مية H2O. كان مين اللي بيطلع؟ غاز الهيدروجين اللي بيشتغل بفرقعة، فهنا يتصاعد غاز الهيدروجين اللي هي اهي، يبقى دي اهي. ناقص ايه؟ كربونات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك. كربونات الصوديوم NaCO3، حمض HCl. طب بالله عليكم كربونات، اكيد الغاز اللي هيطلع ثاني اكسيد ايه؟ الكربون، يبقى ب. طيب السؤال ده مهم في الشكل المقابل. عند اضافة كميات متساوية من حمض الهيدروكلوريك اللي هو ال HCl، هحطه هنا وهنا وهنا، تمام. ليه مش هيحصل تفاعل في الانبوبة واحد؟ هي دي ايه؟ دي فضة، عشان مش باينة هكتبها اهي. وده خرسين وده ألمونيوم. واحدة واحدة. الفضة تحت الهيدروجين فمش هتحل محله، يبقى هقوله لأن الهيدروجين يسبق الفضة في متسلسلة النشاط الكيميائي فلا تستطيع حل محله. الهيدروجين قبلها، يبقى لأن الهيدروجين يسبق الفضة، يبقى هنا ما حصلش تفاعل. عشان كده اكتبوها بقى. تأخر بدء التفاعل في الأنبوبة 3 عن الأنبوبة 2، يعني في الألمونيوم اتأخر عن الخرسين، لأن الألمونيوم بيبقى عليه طبقة اسمها ايه؟ أكسيد الألمونيوم، بتاخد وقت على ما تتآكل. يبقى هقوله بسبب طبقة أكسيد الألمونيوم اللي هتاخد يعني وقت عشان تتآكل، مش عارفة أقولها لكم باللغة العربية. اكتبوا بسبب تكون طبقة من أكسيد الألمونيوم تقلل من سرعة ايه؟ التفاعل الكيميائي. طيب ما اسم الغاز المتصاعد عند حدوث التفاعل؟ أكيد كلهم هيحلوا محل الهيدروجين، يبقى اللي هيطلع ايه؟ الهيدروجين. طيب آخر سؤال بيقولي في الشكل المقابل احسب قيمة القوة الدفعة الكهربائية للعمود إكس، تمام. قراءة الأميتر 2 أمبير وقيمة المقاومة 3. طب أنا عايزة أجيب الجهد كله بحيث إن أنا معايا دول ب2 مش دول توازي، يعني أنا هنا معايا 2، تمام. عايزة أجيب بقى ده بكام؟ فعايزة أجيب الجهد كله مثلا. طب تعالوا كده، أنا معايا هنا إيه؟ شدة تيار ومقاومة. طب ما أنا عندي الجهد بيساوي المقاومة في شدة التيار، اللي هو المثلث اللي هو كان كده ج ت م، تمام. المقاومة بكام؟ ب3 اوم. شدة التيار ب2، 2 في 3 ب6، 6 فولت. يعني أنا عندي كل الجهد ب6. حلو قوي. طب لما الجهد كله ب6، يعني ده كله كده ب6، أنا معايا منهم دول بكام؟ ب2، يبقى ده بكام عشان يدوني 6؟ ب4. يبقى أنا عندي العمود إكس ده ب4 فولت. طيب اتمنى سنة تالتة المراجعة تكون حلوة، تكونوا استفدتوا منها، تكونوا رجعتوا المعلومات. المنهج كامل عندكم، مراجعة معاكم. الPDF هبعته لكم على القناة زي ما اتفقنا. هسيب لكم لينك فيه كل حاجة تخصني، ومش عشان حاجة بقى يعني ما تبقوش كده، علشان عادي خليكوا عندي، بحب الناس تبقى معايا كده. مهم هسيب لكم لينك كل حاجة، تيك توك، فيسبوك، قناة. تعملوا بقى فولو كله، وانا هنزل لكم الPDF على القناه. بس بصراحه اعملوا فولو كله، خليكوا ناس محترمه. ماشي، واشوفكم على خير بقى في اولى ثانوي. انا في ناس سالتني كتير يا ميس انت هتنزلي شرح اولى ثانوي؟ جماعه انا خريجه تربيه فيزياء، تمام. فانا مدرسه فيزياء علوم متكامله، علوم. فانا شغاله علوم متكامله، وشغاله فيزياء تانية وتالتة ثانوي. فانا معاكم السنه الجايه باذن الله علوم متكامله، والسنه اللي بعديها معاكم فيزياء، واللي بعديها معاكم فيزياء برضو. ولو عايزين نكمل لكم، ولو حد دخل كليه علوم او تربيه فيزياء زيي اقدر اساعده كمان، ما عنديش مشكله. فانا معاكم. وبالنسبه بقى للناس بتاعت يا مس انتي شكلك صغير او كده، فلا يا حبايبي والله انا كبيره ومتخرجه وكل حاجه.
واشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.